واحد ما عملش اي حاجة يتفاجئ انه عليه قواضي ب40 مليون جنيه. تعال اقول لك ايه اللي حصل. محمد صلاح الشاذلي من بورسعيد اتفاجئ ان في 8 خطوط لدى احدى شركات الاتصالات اللي هو اصلا ما بيتعاملش معاها. اتفاجئ ان الثمان خطوط دول مسجلين باسمه، وان هو عليه قواضي نصب ب40 مليون جنيه. اكتشف الموضوع ازاي؟ لما راح يعمل فيش وتشبيه لقى ان هو اصلا مسجل جنائي، وان عليه قواضي زي ما بقولك كده ب40 مليون جنيه، علشان التمن خطوط اللي مسجلة باسمه ديت مسجلة باسمه، وعليه قواضي ان هما التمن خطوط دول يعني عاملين محافظ الكترونية وهمية، ونصبوا على الناس، وان هو اصلا محكوم عليه ب3 شهور حبس بدون علمه. انتوا بقى قولولي في كومنتات، تفتكروا اخرة اللي بينصب وبيسرق على الناس وكمان بيستخدم اسامي ناس تانية ده جزاؤه ايه؟